السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ سيان. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. وصفتنا نهار اليوم هذو لي فون دو تارت بعجينه الصابلي راح نديروهم مع بعض لتحضيرات شهر رمضان. يعني اللي تحب تدير كونتيتي وتخبيها، ولا اللي تحب يعني تستعملها مباشره، كذلك هي واش تحب. المهم البنات لهنا نتمنى تابعوني خطوه بخطوه وراح تنجح لكم. هاد لي فون دو تارت ويجو بزاف بنان طريين ومبسوسين. راح نبدا على بركه الله الكيفيه مع بعض. عندي 250 غرام تاع المارغرين، لهنا زدت ملعقه تاع الزيت. راح نخلط هذيك الزيت مليح مع هذيك الزبده، من بعد زدت 2 صفار تاع البيض وحبه كامله، نخلطهم مع بعض. هنا تقدروا تستعملوا الفويت، تقدروا تستعملوا الباتور. بعد ما نخلطهم نجانسوا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. راح نضيف قرصات تاع الملح. لهنايا لي تغسولات تاوعي هذو راح نديرهم صالي، وراح نضيف 2 ملاعق كبيره من المايزينا، تقدروا ديروا 3، ونخلطهم كامل حتى يتجانسوا. من بعد نضيف الفارينه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. من بعد البنات راح نضيف رشه، يعني رشه خفيفه فقط من الخمار. هذا بكم ما تكثروش. لهنا يا البنات كما تعرفوا في 250 غرام تاع المارغرين نحتاجو 500 غرام من لافارين، لازم 500 غرام. اذا كنتو دايرين 125 غرام تحتاجو 250 غرام تاع الفارينه، يعني يكون راح تنقصوا من لافارين هذيك راح يفسدوا لكم لي فون دو تارت تاعكم. ولهنا البنات نحكموا لي مول تاعنا تاع لي فون دو تارت تاعنا، يعني الشكل اللي حبيتوه انتوما ديروه. انا راح نسيل لكم هذه المجموعه من الليمون، يعني راح ندير معكم كامل الاشكال. تقدروا كيما قلت لكم دير بهم في ليمون تاع لي كيش، في لي باكات، في لي تارتو، كيما تحبوا ديروها. فوالا ندي كميه من العجين ونشكلها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. يعني لهنايا سحفوها بس هذه بات صابلي، يعني ما ديروش طبقه رقيقه بزاف وما ديروش طبقه خشينه بالبزاف. تنساوش بلي انا دايرين فيها رشه تاع الخماره. فوالا نستويها هكذا كامل مع الاطراف بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، ونكمل كامل ليمول تاعنا. نزيد لهنايا بهذه الطريقه راكم تشوفوها، ندير هكذا لاباط تاعي ونبقى نمشي فيها ما بين يديها ونسقمها توجور في هذاك الفون تاعها، نسقمها مليح ما نخليهوش يعني يكون خشين، وكذلك مع الاطراف بهذا الشكل. ومن بعد البنات كي نستويها مليح كي يبقاو لي هذوك الزوائد يعني خارج المول، راح نجيب موس عادي وراح نحي كامل هذوك الزوائد اللي راهم في الاطراف بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه عفوا، باش تجيني يعني الحبه تاعي انفينيه. فوالا البنات ونكمل كامل بنفس الطريقه وبنفس الشكل. لهنا كيما قلت لكم يعني نتوما الشكل نتوما تحكموا فيه يعني كيما حبيتوا. يعني انا برك نعطيكم فكره وانتوما ديروا واش تحبوا. فوالا ولهنايا البنات يعني الكميه راح تقيس لكم على حساب المول اللي استعملتوه. الا كان يعني استعملتوا المول الصغير راح تقيس لكم حتى 30 حبه، الا كان استعملتوا المول تاعكم شويه متوسط ولا كبير راح تعطيكم حتى 25 حبه، وإلا استعملتوه يعني هكذا مخلط كل مره وكيفاش راح تعطيكم. انا لهنايا عطاتني 30 حبه، يعني بما انه المول تاعي راه مخلط ما درتش بمول واحد، استعملت مول كبير صغير لي باكات، سي بور سا عطاتني هذه الكميه. فوالا اسهل شيء هما هذو لي باكات يجوا بزاف سهلين في التشكيل تاعهم. فوالا البنات نكمل بنفس الكميه. ولهنايا البنات نصيحه اللي تخاف من لي تارتولات تاعها ولا لي فون دو تارت تاعها واش راح دير، راح تحكم هذوك لي فون دو تارت تاعها تحطهم في لا كونجيلاتور، تخليهم يقعدوا 25 دقيقه هكذاك حتى يتجمدوا يعني يشدوا رواحهم، وتروح تثقبهم
الفرشيطة وتدخلهم على فرن مسخن من قبل على 180 درجة، وتخليهم حتى وين يعني يطيبوا لها وياخذوا لها هذاك اللون الذهبي. انا صراحة يعني ثقبتهم ديريكت ودرتهم على فرن مسخن من قبل على 180 درجة ودرتهم يطيبوا يعني بلا ما ندخلهم في لا كونجيلاتور. يعني المبتدئات اللي خافوا الفوندو تاغ تاعهم يخسروا يديروا لهم هكذا. يعني اللي تخاف مش دايره كميه كامله يعني من لافارين ولا راح دير هذه الطريقه اللي يعني نقولها عليها حتى وين يطيبوا لها. كيما راكم تشوفوا البنات لهنايا راح نثقبهم، يعني نثقبهم فرشيطه باش لي فوندو تاغ تاعنا ما يتنفخوناش بزاف هكذا. شوفوا الاشكال بزاف شابين، يعني راح تستعملوهم في رمضان، ديروهم كذلك تقدروا ديروا هاد لاباط مي ديروا لها تزيدوا لها 2 مغارف تاع السكر وراح ديروهم يعني في سهرات رمضان تستعملوهم يعني مسكرين كيما نقولوا حنايا التحليات ولا لي تارتولات بالفخاز ولا بلي كرام ولا بالسيترون ولا كيما تحبوا ديروا لهم. ان شاء الله راح نشارك معكم يعني دي فوندو تارت حلوين باذن الله. وكما راكم تشوفوا البنات لهنا بعد ما دخلتهم على فرن مسخن من قبل وطابوا لي خذوا لي هذا اللون الذهبي اللي راكم تشوفوا فيه، خليتهم شويه حكموا رواحهم شويه بردوا وجيت نديموا ليهم. شوفوا يديموا بكل سهوله وجاو بزاف 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 شابين. واما الطراوه تاعهم والهشاشه والتبساس تاعهم ما كان لا نحكي لكم. يعني راح اخليه لكم انتم كي ديروهم وتجربوهم راح تشوفوا لي فوندو تاعكم كيفاش يجوا. المهم البنات هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. كانت لي فوندو تارت تاعنا، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، تجربوهم تخلوا لي الاراء تاعكم تحت بيان سور في لي كومونتير وراح تعملوهم هكذا اللي كيش تاعكم يجوا بزاف بنان. المهم البنات لنا بقى لي غنقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ونقول لكم صحه فطوركم صحه سحوركم. باي باي.